أقام مركز تدريب شرطة محافظة كركوك احتفالية بمناسبة تخرج الدورة 12 دورة التحدي الخاص بشرطة المرور. منتسبين مرور كركوك، طبعا هذا احنا نحتاجه كلش، لأن احنا عدد المرور في محافظة كركوك كلش قليل. كان هناك أيضا دورات من قبل ضباط المرور في كيفية تثقيف المنتسبين الخريجين الجدد، كيفية التعامل مع المواطن بالدرجة الأساس، لأن هو هدفنا دائما هو إسعاد المواطن وخدمة المواطن في مدينة كركوك. أيضا هناك كان دورات كيفية التعامل في الشارع، في فتح السير، كيفية القضاء على الزخم الموجود في مركز المدينة. يعني هناك دورات من خلال أيضا كان هناك دورات في أكاديمية الشرطة لهم. اليوم تخرجوا وراح يتم تقسيمهم على محافظة كركوك بشكل كامل. 200 منتسب تخرجوا من الدورة، وإنهم سيقسمون حسب الضوابط لأخذ أماكنهم في الأقسام العملية لشرطة المرور. تم تجنيد 200 شرطي اليوم تخرجوا ليكونون من منتسبي المرور، ليقوموا بمساعدة المواطنين في تنظيم السير في داخل المحافظة. نحاول يعني نقضي على الفساد ونقضي على المخالفات السواق. طبعا أكثر الإرهاب يدخلون بالشارع عن طريق العجلات وعن طريق السيارات وعن طريق يعني، وإن شاء الله احنا نحاول، وإن شاء الله نحاول نقضي على هذا الشيء. أخذنا دروس عن المرورية، عن تنظيم السير وخدمة المواطنين. لطالما مديرية المرور في كركوك كانت بأمس الحاجة إلى تعزيز صفوفها بعناصر شابة قادرة على أداء الواجب من أجل المساهمة في حفظ الأمن والسلامة في شوارع المدينة. من داخل مركز تدريب شرطة محافظة كركوك، نجف أوغلو، الغدير الفضائية.